في الطبيعي ب 10 جنيه وهنا ب 12. وفي الاستراحه ب 25. ده في الاستراحه ب 50 في الاستراحه ب 50 ولسه محسبينها دلوقتي ب 40. اهو. يلا كله جاهز؟ جاهز. 3 2 1 اكشن. انت مخرج فاشل. معانا المخرج ورا الكاميرا. ما انت كده كده صوتك مش ظاهر عشان المايك ما تقلقش. المهم نعرف بيكم بقى بما انكم اول مره تظهروا معانا. احمد نادي السلام. علي محمد السلام. لا مش سلام. سلام وليس السلام. صالح علي الرئيس. بحبكم. انت مش حافظ اكتر من كده عموما. ماشي. النهارده احنا في دهب. اخر يوم في دهب. اخر يوم في دهب. عشوائيات دهب ده كده كده عنوان الفيديو هنا. بعد ما قضينا 4 ليالي و5 ايام. كنا بنتخانق عليهم عشان المفروض يبقوا 3 ليالي يعني. والمفروض معانا 2 تاني بس ناقصين فعلا وقولا. اول حاجه استمتعتوا في دهب ولا لا؟ وايه اكتر حاجه كنت مبسوط بيها في دهب وانت بتعملها؟ السؤال اللي عليه. والله اكتر حاجه رحله السفاري دي. قرب بس المايك شويه بس. ايوه تمام كده. ايوه. رحله السفاري دي كانت من امتع الحاجات اللي اتعملت في السفريه كلها يا باشا. انت ما انا قلت لك من الاول تعالى، المخرج عندنا بيتدخل. السؤال لصالح. جبل الطويلات. السبب. السبب. الفن الشعبي من اهم الحاجات اللي موجوده في دهب. طب عجبك الفن الشعبي؟ جدا. ايه اكتر حاجه عجبتك في الفن الشعبي؟ الفن الشعبي. طب يا جدعان اللي راح دهب قبل كده بقى هو اللي عارف يعني ايه جبل الطويلات. الفن الشعبي في جبل الطويلات هو اللي يترجم، مش هنقول اكتر من كده. ومعنا صاحب القناه مستر بيست القادم عمر. ايه اكتر حاجه عجبتك في دهب؟ الممشى. خلينا نقول الممشى. ليه الممشى؟ نفس السبب. كلنا عارفين بس مش هنقول. نفس السبب الطويلات. ليه بقى الممشى؟ ده الفن الغربي. انا اكتر حاجه بصراحه عجبتني ممكن اختار قعدتنا هنا. عموما الشرق طبعا احلى تحيه للشرق. اعلان ده غير مدفوع. بجد شرق كويس يا جماعه. جامد قوي على فكره. جدا جدا يعني. انا مش قادر اقول لكم قد ايه جميل. لا بجد. ما اتقفلش بقاله 5 ايام يعني اكتر حاجه عجبتني بصراحه السفاري زي علي. لان كانت جميله قوي بصراحه وفكره المغامرات بين الجبل ببيت شباك ده كانت حلوه قوي. تتفق معايا؟ قوي. صالح. جدا. طب انت الطويلات طبعا. السفاري كانت حلوه بس الطويلات كان فيها جو جديد كده. اول مره انا التجربه دي. التجربه حلوه. انما السفاري عملتها يمكن في عمان او كده. انما لا جبل الطويلات حاجه جديده عليا الصراحه. انا دي كانت اول حاجه ان انا اعمل سفريه بين جبال وكده. فيمكن عشان كده. بس هي بالنسبه لي كانت ممتعه جدا وبين الجبال. بس احنا يعني في عمان عملناها في بديه قبل كده. طبعا منطقه معروفه في عمان. بس طب انا مش عارف ممكن تشرح لي المنطقه دي فيها ايه؟ صحراء برضه يا اسطى. صحراء. فخدت التجربه قبل كده. هي بديه عشان منطقه يعني بدويه. طب بالنسبه لجبل الطويلات ده كان اول مره تروح حاجه بالفايب ده؟ مع الغمزه كمان. لا. ماشي. علي عندك اي تعليق على جبل الطويلات؟ والله كانت من امتع الحاجات برضو في السفرية عادي جدا. بس زي ما طبعا صالح قال ان ده فن شعبي وكلنا بنقدرش الفن الشعبي. طبعا احنا جميلة جدا. بنتكلم الفن الشعبي يعني تنورة وكده. طيب في حاجة هناك عجبتك في الفن الشعبي؟ والله زي ما الراجل المحترم صاحب القناة قال التنور. الراجل انا اختار الفاير شو بصراحة. الفاير شو كان رهيب كان خطير. طب والله بجد بعيدا عن الهزار والله الفاير شو واحسن حاجة فيهم اللي هو كان الطفل ده تقريبا. لا كانت بالنسبة لي طبعا امتع فقرة في اليوم كله كل يوم فقرة الاكل. فطار الشرق يا اخوانا لازم تجربوه. لا فترة الاكل في المصري. الغدا والعشاء. الغدا كان اسمه عشاء يعتبر. الغدا كان حلو قوي. ايه اكتر حاجه عجبتك في الغدا؟ اكتر غدا قاعد اتغدينا هنا. بص بتاع النهارده الصراحه الموزه بعديها الكوارع على طول. اللي هو النهارده وامبارح نفس الغدا اللي احنا الاثنين اتغديناه. طب ايه اكتر غدا عجبك؟ والله انا ما اكلتش غير غدا واحد وهو الفراخ المشويه. فيعني بالنسبه لي هي الفراخ المشويه. طب صالح؟ الصراحه ولا واحده منهم عجبتني يعني. طب حاجه يعني
حلوه مش البشاميل بس مش النهاردة. واو بس البشاميل شغالة. النهارده كان حلو شغال. بس الشيش على فكره انتظار مش الشيش شيش. كان حلو بس حسيته يعني كان عاجبني في الاول بس بعدها حسيته محروق بزياده، مع اني قلت لعلي انا بحبه يكون ملسوع شويه بس حسيته ملسوع قوي يعني. لا هو كان مظبوط عموما. مش عارف، لا يمكن عشان انت اكلته امبارح. بس بتختلف النهاردة- اذواق، بس انا كنت آه. شايف النهارده قدامك في الطبق مظبوط، بس انا كان قدامي موزه فما كنتش مركز بصراحه. هو ما بيعرفوش ينقوا. انا كان نفسي ادوق، انا وانت كان اخترنا في الاكل بالظبط. اليومين اللي فاتوا دول. لا طاجن والكوارع بعد جبل الطويلات كان بالظبط. حاجه. طب ماشي، لو هنتكلم بره دهب شويه ونتكلم عن الصدفه السعيده اللي جمعتنا. لسه كنت هجيلك في الحته دي. بصوا، اولا احنا بنعمل الفيديو ده، هو يعني مبدأ القناه كلها ان احنا ايه، اتفرج على الفيديوهات دي بعد 20 سنه مع الناس اللي انا اسمه ايه ده، قابلتهم وعرفتهم وعاشرتهم. لا بس بجد نرجع لهدف القناه من الاول خالص، ان انا ايه بعمل مع اصحابي كلهم يعني، او الناس اللي اكلت يا معاهم جماعه عيش. الراجل ده احنا عارفينه بقالنا 10 ايام ما بالظبط. بنهزرش ما بنهزرش. يعني انا وصالح وعلي يعني كانت من احسن الصحاب الصراحه اللي عرفناها. يا لهوي في فترة قصيره بقى. جدا. يا يعني انا بص يا جماعه، كنت انا وصالح صحاب، انا وعلي الاول، بعدين عرفنا، لا عرفتهم في نفس السنه، في سنه تانية يا جماعه، ففضلنا 3 سنين جامعه مع بعض. فالراجل المحترم ده ما كنتش عارف انه عايش بصراحه، من 11 أنا ما كنتش عارف انه موجود. فصاحب صالح، فنزلنا مع بعض، فهوب يلا هوب نسافر، سافرنا. ودي بصراحه كانت من احسن الصدف. تحب تقول عنها ايه؟ والله يعني فعلا من احسن الصدف. يا سلام. ويعني يا جدعان بتحرجوني. انت في بس القلب. فعلا انتوا ويعني كانت احسن صدفه الصراحه بجد. يعني الحمد لله ان احنا عرفنا صالح عشان عرفنا عليه. واللي مش عارف في عمر يا شباب، في عمر حفيد الملكه اليزابيث. عايش في انجلترا. فيعني مش هنقول اكتر من كده. بالظبط. وده عن فكره ان احنا كنا حرفيا مسافرين، وفي واحد برضه اردني تاني زلمه الزلمه اللي كان في مش الفيديو موجود، اللي فات مش موجود. بس هو نايم دلوقتي. ده كنا اول مره نشوفهم، وكنا طالعين حرفيا في اتنين في السفريه مش عارفين تلاته، والتلاته مش عارفين اتنين. فكان كل اللي جمعنا لنا هذا الشبل. هذا الشاب الجميل جدا. انت مش جميل يا اسطى. لا انا جميل جدا. نمبر 1. طب داري شعرك بس يا اسطى. الصراحه باين. دي بقى هسيبها يا بجد. علي. عشان الصلاه والرسل. لا بس بجد يعني مثلا ده من الفيديوهات اللي انا احب جدا اشوفها بعد 20 سنه. طب تفتكر بعد 20 سنه ممكن نشوف الفيديو ده احنا في دهب؟ ياه. ونكون برضو، انا عموما لو مهما جيت مش هاجي غير في الشرق. الشرق. فطار الشرق لازم يخليني اجي. اقسم بالله يا جماعه، بقالي 3 ايام ما بفطره، وده كل يوم باكل ال3 وجبات. حصل. ويعني حرفيا انا بقى يعني في 6 وجبات، احنا شخصين بنخلص ال6 وجبات. هو سعد نام جوه. فلا الصراحه يعني ايه، بيجوا يخبطوا على الباب كده يقولوا ما ردناش ياكلوا الفطار كله. واجي اقول له طب هات لي فطار من بره، انت اكلت فطار؟ يقول لي بس الحاجه الاهم، انت بتقول ان احنا بنخبط كده، لا احنا بناكله من غير ما نستأذن اصلا. اصلا فكرت انت فاهم أخبط غلط. الصراحة. ما تظلمناش بعد اذنك. انا اسف. وده ظلم وافتراء. بس احنا بنطلع نجيب فطار من عند المصريين، طعميه كيري، طعميه كيري. حاجه كنت ندمان عليها، كنت عايز تعملها في دهب وما عملتهاش، ما عرفناش نعملها. انا عارف اجابه علي، بس قول لي انت الاول يا عمر. ما هو هي نفسها. علي ايه الاجابه؟ دي الاجابه موحده لينا كلنا يا جدعان، هي هتبقى رحله المحميات. المحميات يا جماعه باختصار ان احنا ما طلعناش بسبب ان احنا كنا تعبنا وما كناش قادرين نطلع. فانا رنيت على الراجل لغايه الحجز، بقول له ان في واحد فينا تعبان. كمل بقى يا عمر، ايه اللي حصل بعدها؟ احنا ما كناش تعبانين ولا حاجه، بس لما اتكلم من هنا انا تعبت بجد من هنا. فكان كل الحاجات مش عارف نطلعها. بس اليوم ما بص، لان جبل الطويلات انقذ اليوم بصراحه. ده صحيح جدا. طب على فكره احنا لو رحنا فعلا محميات ما كناش هنستمتع بالطويلات، لان كنا هننام. عندنا يوم من 9 ل 5، وبعدين هنطلع طويلات الساعه 8 من 8 ل 12. من 8 ل 12 ورجعنا اصلا اتغدينا وقعدنا. فيومنا كان يخلص، احنا اصلا يومين النهارده الساعه 8. ده حقيقي. طب تفتكر هتيجي دهب تاني يا علي؟ اعتقد في حاجات كتير لسه ما اتعملتش، فاظن هنحتاج نيجي تاني كلنا. طب تحب تيجي تاني امتى مثلا، بعد قد ايه؟ شهر يا جماعه الراجل الراجل ده اقسم بالله يا ابني بقى. ماشي يا اسطى، بس يقول شهر. عايز تشتم حاجه نظيفه، طيب اخليها. اقول لك انا طب ايه السبب ان انت عايز ترجع بعد شهر يا علي؟ اقول لك انا السبب. حاليا الفلوس خلصت، تمام. فشهر دوت ان شاء الله اكون نزلت اشتغلت،
اقبض اول مرتب تخلصوا في ده. اخلصه في ده. ده عقلية الفقير يا جماعة، أول ما يمسك فلوس هيجي ده. ما دي حقيقة الصراحة، بس يعني اظن ان في حاجات انا متحمس ان انا اعملها وما عملتهاش، فعايز الحق اعملها قبل ما نشوف الدنيا بعد كده بتقول ايه. طب يعني غير بقى، يعني شوف حاجه تانية غير دهب. ما هو نخلص اللي في دهب وبعد كده نشوف غيره. هو ما فاضلش كتير في دهب يعني. بالنسبة لي فاضل كتير قوي. ليه، هو في إيه يعني غير المحميات يعني؟ المحميات واليخت. واليخت. اليخت ده في كل حته عادي، لو رحت السخنه هتلاقي نفس اللي في ما دهب. هو والله رحت كتير في السخنة. رحت كتير في السخنة. رحت كتير في السخنه. رحت في مرسى مطروح. طب ما هتلاقي نفس الحاجه يعني. بس يعني هو اليخت يخت يعني. ما هو اليخت بس الفكرة بقى في المكان نفسه، الفايبس نفسها بتاعت المكان. طب تحب فعلا نرجع تاني السنة الجاية؟ ان شاء الله. بس انا السنه الجايه بس عندي حاجات مهمه عشان هتخرج اه ونشوف هنعيش فين ونقبض هتتخرج؟ فلوس. انت لسه طالب؟ شوف بقى اللي متخرج اول امبارح بقى وجاي يتكلم بقى. مش هقول يا علي. قول انت. طب يا صالح. علي خريج زينا. الا ثورة الا سمر. ايه؟ سمر يا جماعة. مين سمر دي بس يا صاحبي الاول عشان ما اعرفش حد بالاسم ده. ما عداش عليا قبل كده. مخرجنا الجميل ممكن يجي؟ احلى تحيه للمخرج بتاعنا يا اخوانا. عرفنا نفسك. بسرعه بقى بسرعه. انا المخرج اسامه طبعا، منظم التصوير ده. يا جدعان اسامه ده عرفنا بس من الباص اللي احنا رايحين فيه دهب. صح. فيعني احلى تحيه لاحلى صدفه. ده اكيد يعني، اتشرفت بكم كلكم. ايه حبيبي اكتر حاجة استمتعت بيها انا في دهب؟ طويلات. جبل الطيارات. كده ايه السبب؟ صراحه الفن الشعبي. فن الشعبي، فرحه عائليه، فرشو، كل حاجه، الاجواء كانت جميله جدا. الفرش طبعا الفرشة يا جماعة كان خطير. هو اللي جننا. في فرحه عائليه كبيره جدا يعني، بس كانت كبيرة فعلا. او المصيبه ان انا مش عارف اسيب ايه واخلي ايه. انا مش عارف. كل حاجة يا جدعان انت بتحمل معنيين. يا جدعان احنا الايام اللي فاتت كنا بنمر بمشاعر فرح وحزن في اقل من كام يوم. ايه السبب؟ السبب هو منتخبنا المصري. فتحت الموضوع ده ليه؟ فتحت الموضوع. طبعا احنا اتفرجنا على الماتش واحنا في دهب، بس انا يعني ما اتكلمتش على الماتش اللي قبله في الفيديو اللي فات عشان ايه كنت منزله قبل ما الماتش يبدا اصلا. الماتش اللي احنا فرحنا بيه اللي هو ماتش مصر واستراليا. ماتش مصر واستراليا. نبدا بالفرحه. كان ماتش حلو. هو كان ماتش حلو وكان اجواء حلوه قوي، وان انت مش مستوعب اصلا ان انت لعبت اللعب ده قدام الارجنتين، ان انت كنت ضاغطهم لا بتهاجم احنا انت. بنتكلم على استراليا ولا الارجنتين دلوقتي؟ انت دوختنا. ايه؟ بنتكلم على استراليا ولا لا الارجنتين؟ أنا قلت مصر والارجنتين. انا قلت نبدا بالفرحه. بالفرحه. لا ما هو احنا فرحنا في الاول، انا لحد دقيقه 98 كنا فرحانين اصلا. ما ولدرجة يعني برضو في معلومة كده، أنا وعمر إحنا فعلا حرفيا رحنا احتفلنا فعلا بين الشوطين، عشان كانت هنا الأجواء الناس كلها كانت بتحتفل إن إحنا خلاص كسبنا. ماشي احنا بنتكلم عن مصر والارجنتين، سيبك بقى من ماتش مصر ماشي واستراليا. بص، فكره ان انت اصلا كنت وصلت للدقيقه 79 و2-0، فانت خلاص حتى علي وصالح كانوا بيفكروا هنحتفل ازاي. رديت عليهم بحاجه واحده، ممكن تقول انا قلت لك ايه؟ ما نحتفلش غير لما الحكم يصفر، عشان خاطر ما يحصلش معنا زي ما حصل مع السنغال، وفعلا حصل أوسخ من اللي حصل مع السنغال. السنغال على الاقل حصل اكسترا تايم، احنا مفيش. احنا فجاه دب. طب يا جماعه الموضوع كان صعب قوي على حد بيشجع كوره. صالح مش مهتمين بالكوره قوي بس كان بيشجع معانا، ممكن تقول لنا ايه احساسك او التجربه؟ كان دمي محروق جدا الصراحه. ده بسبب ايه؟ بسبب حاجات كتير. انت مالكش في الكوره قوي. اللي انا شفته في الماتش، تمام، انا شفت فيه استهتار بسبب التغييرات، وان هم كانوا لسه يعني ما رجعوش يدافعوا، وكانوا لسه بيحاولوا يجيبوا الرابع والثالث والرابع. طمعنا. احنا مشكلتنا طمعنا، بس برضو ده قصده لما نزل مرموش، والمفروض تغييرات مرموش دي واحنا انا لا كانت 2-0. اتفق في اي كلمه هو قالها. لا بص لا اتفق في اي لا كلمه. بص سمعنا مين؟ احنا جبنا التاني وريحنا. لا هجمت فعلا، انا هجمت بدليل بدليل الماتش كان 2-2، وانت لو شفت هجمه الارجنتين الثالثه اللي كان رايح بيه اللي جابها الجول بتاع انزو، في 3 من الارجنتين رايحين على 2 أو 3 من لعيبه مصر، والفريق كله قدام. والهجمه دي يا جماعه كانت المفروض تبقى انفراد لينا بسبب مين؟ مرموش اللي ما عندوش. فانت طمعت في الماتش. المفروض تبديل مرموش دي كنت تنزل حسام عبد المجيد، لان ياسر ابراهيم في التعامل مع الكرات مع العرضيات كان اسوأ حد ممكن يتعامل معاه في حياته.
انا اتفق مع راي نادي ولا اتفق الصراحه مع راي صالح. اتفق مع راي نادي في الحته بس بتاعت ان هو دلوقتي ان احنا كنا المفروض ندافع، مش ان احنا ننزل عمر مرموش. ده اولا. ثانيا، احنا مش حكايه ان احنا طمعنا، احنا الفكره كلها ان احنا ما كناش عارفين نطلع بالكوره بعد الجون التاني، ما كانش ينفع نضغط، واول ما اتضغطنا جه الاول في التاني في التالت. عشان كده احنا حرفيا طول الماتش ما اتضغطناش غير من الدقيقه 79 للدقيقه 85 اللي هما جم فيهم تقريبا الجونين، والجون التالت جه بعدها، مش فاكر قبلها ولا بعدها. فهي دي كانت النقطه كلها. اول ما اتضغطنا ما عرفناش نتعامل مع الضغط ازاي، جه فينا الاول والتاني والتالت، خسرنا الماتش. ايه المشكله؟ ايه السبب؟ ان احنا دلوقتي الناس اللي كانت بتطلع بالكوره اللي هو بمعنى اصح هيثم حسن، امام عاشور في بعض الاوقات، دول اول ما طلعوا بقينا الكوره مش عارفين نطلعها بره نص ملعبنا ازاي، فكل الضغط كان علينا، فاللعيبه واحده واحده بدات تنهار، البدني بتاعها وقع، ما عادش عندها قدره ان هي تكمل، فحصل. بس انت متوقع ده اصلا من قبل الماتش ما يبدا؟ كده كده متوقعين، احنا 3-4 ماتشات كده كده لعبناهم، احنا متوقعين. بنفايص من الدقيقه 80. بس احنا عارفين ان احنا دلوقتي ما ينفعش ان احنا نرجع لورا، وزي ما بنقول نركن الاتوبيس. ليه ما ينفعش ليه؟ عشان انت دلوقتي انت بتواجه منتخب في ميسي، في الفاريز، في فالمفروض تعمل ايه بقى؟ مارتينيز. تمسك عليهم كرة؟ مش ان انت تمسك عليهم كوره قد ما الفكره ان انت دلوقتي تعرف تنقل باصات، تعرف تمسك كوره، مش هتعرف حتى دي. ولو في نص ارضك انت. احنا ما عملناش ده، احنا سيبنا لهم الكوره، خدوها مش عايزينها. احنا سيبناهم في اخر بس 10 دقايق عشان احنا تعبنا، اول ما سيبنا لهم الكوره. طب ماشي، ما هو جابوا اخرهم فعلا. حلو. انت الفكره بقى ان انت دلوقتي المفروض بقى دلوقتي مع ده تدافع، فانت منزل تهاجم بلعيبه اصلا ما بتعرفش تطلع بالكوره. انا شايف ان تغيير تريزيجيه دي كانت تغيير دفاعي بحت. هي لا هي اسوأ حاجه في الماتش عموما، لان بجد لا دفاع طب ولا كان هجوم. هينزل مين؟ انا اقول لك كان على حاجه. هينزل مين؟ انا عندي راي غريب، ممكن تسيبوا لي عليه عموما. انا شايف ان الجون الاول والجون الثاني على الاقل شوبير عمل ماتش عالمي كده بس على الاقل كان يقدر يشيل منهم جون. لا انت ما لا ارجع تاني للجوان وعلي يفهمني. على الاقل في الجون الاول ده اللي بتاع ميسي، بجد الكرة كده، الكرة هو عامل ايده كده، ارجع الماتش وشوف هو عامل ايده كده، فبجد كان يقدر يشيل على الاقل من الاثنين دول اثنين. والجول التالت ده ياسر ابراهيم بجد اسوأ مدافع من اللي شفتهم في حياتي في التعامل مع الكرات العرضيه. ده استنى لما عمل جامب وبعدين هو بيعمل جامب عشان يطلع له. ياسر ابراهيم ده برضه اللي جاب الجول. بص هو جاب جون، بس هو عمل برضو. كوارث في الدفاع، عمل كوارث في الدفاع. فانا كان من رايي بصراحه ان على الاقل شوبير كان يقدر يشيل جون واحد من الاثنين. وحته بقى مرموش عنده الطمع في الهجمه الاخيره دي اللي هي اتردت بالجون الثالث اصلا. لو كان هو بص هو كده لو بصلت رزيق انا الكوره كانت هتضيع، بس انا كان نفسي يعمل اللي عليه. يعني دي بجد كان نفسي يعمل اللي عليه. احنا بقى قول لي انت ليه هاجمت الارجنتين؟ لان انت كنت نازل معلكش ضغوط، انت نازل تقول انا كده هطلع فبلعب براحتي. بس لما النتيجه بقت 2-0 انت صدقت حلمك، فبدا في يعني الجول الثالث ده جه بسبب ارتكاب اللعيبه لما اخطات، اللي هو حسوا ان علينا ضغوط والتعادل والارجنتين اتعادلت وانت كنت بدات تحتفل وصدقت حلمك. ده انا اصلا كنت بقعد احسب هنوصل للنهائي، لان طريقك بعد الارجنتين بجد كان مع بعدها سويسرا او كولومبيا وتقريبا النرويج او ما ينفعش النرويج. اذا كان النرويج هتلاعب الارجنتين دلوقتي ولا ايه؟ لا استنى، نرويج ومين؟ لا النرويج وانجلترا. نرويج وانجلترا. فبدات تصدق حلمك ان انت كنت هتطلع بطل العالم. فهو الماتش كان ماشي معانا كويس لحد ما بقينا 2-0 ميسي جاب الاول، اللعبه بدات ركوبه تخبط في بعض وتخاف. ليه؟ لان هم حسوا بضغط، حسوا ان هو خلاص بالعكس الحلم اتصدق. لا انا شايف ان هم تعب مش اكتر. ما هو تعب. هتقول له هم ما خافوش خالص في اي دقيقه، ما خافوش خالص. بص والله بجد والله تعامل ياسر ابراهيم مع الجون الثالث ان هو كان متوتر قوي. هو لدرجه ان انت المدافع دولي عندك 33 سنه، المفروض انت تبقى عارف تطلع مع العرضيات، امتى تعرف تتعامل مع العرضيات يعني. عموما نسيب الحاجات التحليليه لناسها ونختم باخر سؤال. الحكم، عشان استغربت ان ما حدش جاب سيره الحكم يعني. بص انا اقول لك على حاجه، انا عموما الحكم كده عمل اخطاء داعره، بس انا شايف برضو ان في خطا غلط كبير قوي من اللعيبه. يعني انت لو كنت 2-0، لو فضلت 2-0 والجون دول ما جاش وكنت ضغطت ودفعت كويس، ما كانش هتسيب فرصه للحكم انه يظلمك. الحكم ظلمك لما لقيت ان انت وقعت خلاص وهم تعادلوا،
فكان عارف يظلمك كويس، فكان بيتلكك عشان يظلمك. اما انت لو كنت 2-0 فهو كان صعب قوي انه يعرف يظلمك، لان حتى لو عمل اخطاء دايره فانت كده كده 2-0 مش 2-2، وهو بأقل خطأ فهيضيع لك طب الماتش. سؤال، مع او ضد ان الماتش كان مبيوع؟ منطقي يا الله صاحبي. اعلم. ايه؟ الله اعلم، ما اقدرش اقول الصراحه، بس هو في اخطاء تحكيميه طبعا. ما اقدرش اقول هي بقى مقصوده وغير مقصوده الصراحه يعني. ما انت بس بص يعني بالكلام اللي احنا بنشوفه طبعا واللي وارد لنا كانها مبيوع. اللي ورد لنا ايه رايك؟ الراجل مثقف. لغه عربيه انت فصيحه. مثقف. مثقف. انت مثقف. بس انا لو شفت اخطاء، لو شفت اي اخطاء لاي ماتشات الارجنتين قبل كده، ففي كوارث بتحصل فيها وبتعدي عادي، لان انا مقتنع اقتناع تام ان ده مدلل للفيفا الهرموني. طبعا انا ما رأيك سريعاً بتفرجش على على الحكم. البرتغال، بس طبعا هقول نفس الكلام اللي هو بيقوله عشان مش هسيبه يا عم احنا مش يا اسطى بعيدا عن انت دلوقتي رايك سريع عن الحكم مصر يعني؟ والارجنتين. راي سريع على الحكم كده. والله رأي الحكم كان ليه دور كبير قوي في ان احنا نخسر، بس الدور الاهم ان احنا وقعنا نفسيا بعد الجون الاول، رغم ان احنا كنا لسه كسبانين. فلما وقعنا نفسيا هم استغلوا دوت وجابوا التاني والتالت. مخرجنا الجميل. احب اقول ان طبعا في اخطاء تحكيميه كبيره جدا، وثانيا في اخطاء من اللعيبه كان المفروض ما يحصلش، بس اسوأ احتفال قبل الفوز، وده فعلا بيدمر حاجات كتير قوي. احب اقول ان ده خطأ من الطرفين، حكم واللعيبه. يا سلام، يعني احنا ما نشيلش الحكم؟ عشان انا الصراحه بقى ليا راي تاني خالص. طب قول رايك وبعدين اقول رايي. بص هقول لك رايي. هي مشكلتنا ان احنا كنا بدأنا نحتفل قبل ما الماتش ما يخلص، وده اسوأ حاجه ممكن تعملها. بالعكس، الكورة ده انا لا. شايف ايه احسن حاجه، عشان انت مش ضمنك ان احنا يمكن نحتفل تاني. على الاقل اسمع احتفلنا ان احنا كسبنا ما انت الارجنتين. مالهاش لازمه، ما انت خسرت في الاخر. مش مهم، بس احتفل overall في يا فتره اسطى. في فتره من حياتي، في ربع ساعه من حياتي انا كنت فايز الارجنتين لا 2-0 بس وقمه سعادتي. بس مش عايز حاجه بس في تانية. سنه ولا سنتين هتفضل تعاني منهم من الماتش ده لحد دلوقتي. الناس بتعاني من الماتش بتاع مصر والبرازيل. انا اقول لك انا بقى حاجه، يعني احنا المهم ان احنا عملنا حاجتين في الماتش دوت. اولا ضفنا لقطه الاحتفالات ملهاش لازمه، دي اهم حاجه. تاني حاجه الاخ اللي بيقول ان هو عنده راي تاني، هو شايف ان الحكم ما ظلمش مصر، وان الحكم جميل جدا وزي الفل والماتش 100 واحنا السبب في الخساره. انا ما قلتش كده 100%. لا انت قلت كده، انا لسه ما قلتش وقلت أصلاً. ان ضربه الجزاء الاخيره بتاعت صلاح. ممكن تديله ايه؟ طبعا عندنا الاول جول اتلغى لنا، كان بسبب فاول في اول الماتش جابه علشان يلغي لنا الهدف. انما لما كانت مرتده من ضربه جزاء في نقطتهم من محمد صلاح، قال لك لا دي مش ضربه جزاء. مع ان فعلا كان فيها اعاقه، كان داس على رجله. كان فيها عقد. كان داس على رجله. طبعا الناس بقى جايبين تصوير بزوايا تانية ان محمد صلاح حاطط رجله ووقع نفسه. لا كانت واضحه للاعمى ان هو داس فعلا على رجله، وعامل له اعاقه انه يوصل للكره او يعدي بيها. وده كان طبيعي ان هي الجون التالت يتلغي ويرجع تحسب لنا ضربه جزاء. بس عشان طبعا المدلل الهرموني زي ما احنا بالظبط اتلغى الجول بتاعنا ورجعوا كان للفاول. صحيح. الجول اللي كان اتلغى كان صحيح. صح. احنا ما اعترضناش اعترضناش. على النقطه دي، بس هل لما تبقى فرصتنا احنا لا. يلا قول انت بقى رايك في الحكم يا عمر. رايي في الحكم ان الفاولات يعني كان في طبعا فاولات وكروت صفراء الارجنتين كانت لازم تاخدها، بس ضربه الجزاء بتاعت محمد صلاح هي مش ضربه جزاء، واحنا ما اتظلمناش. ماشي يا جماعه. انا ليا راي ان احنا برضو جزء كبير جدا يتحمله اللعيبه. ان انت بالظبط. خفت بعد الجون الثاني، والكارثه ان انت بعد الجون الثاني ده خلاص لقيت اللعيبه بدات تقع نفسها، ما كانش ينفع تهاجم. هم كانوا عايزين يخطفوا جون ونبدا نحتفل. بعد الجون الاول كمان مش التاني، الكارثه ان هي كانت بعد الجون الاول. فلو كان الحوار ده كان حصل بعد الجون التاني كنا هنقول منطقي، انما لما تحصل بعد الجون الاول هو ده سبب الخساره الاكبر، مش الحكم كمان. بالظبط. انا شايف ان الدنيا مقلوبه بزياده عن اللزوم عن الحكم عنده غلطات ما غيرتش في مجرى الماتش زي ما احنا متوقعين. انا مش مقتنع معاك جدا، لان هي كنت شايفها ضربه جزاء، وكل الناس اقتنعت ان هي ضربه جزاء، الا انت بصراحه ودرجة غريب. بس رايك بالظبط. بحترمه. تقريبا الفيديو بعنوان ذهب 5 دقايق ذهب ربع ساعه الماتش. لا هو الفيديو هيبقى عشوائيات ذهب والمنتخب المصري.
لو كده ماشي يعني كده منطقي عشوائيات دهب والله. فتمام انا اتفق جدا معاك. الصراحه. حد عايز يضيف حاجه على الدهب؟ اخر سؤال، اتبسطت في دهب يا عمر؟ اتبسطت طبعا، مش باين عليا. صالح، كلمنا صحيح عن الفتاية اللي انت لابسها، ايه رايك؟ يا ما وحشه فشخ عشان انا كنت عايز اجيبه وما جبتش. فتاية دهب اصيله جامده، انا اتبسطت. انا متضايق جدا عشان برضو راحوا من غيري، وكنا رايحين جبل الطويلات وكان نفسي البس حاجه كده. بالظبط أنا نفس الصراحة- الحوار، طلعوا قالوا لنا مش عارف هنجيب ايه، لقيتهم راجعين باتنين. بقول لك ايه، هو ما تخططتش، هو قال لي تعالى هجيب حاجه، قال لي وكنا يلا. طالعين نجيب تاني بس ما لحقناش لان كان خلاص ما كانش في وقت. كان طبعا يا جدعان كل اللي بيتقال دوت كدب. انا قايل لهم يا جدعان انا طالع اروح اجيب السوت عشان عايز اروح بيها جبل الطويلات. عمر قال لي انا هاجي معاك، ورحنا عجبته فجابها معايا. انما الاثنين التانيين دول هم كدابين، بيقنعوا نفسهم ان هم ايه ما جابوهاش. بس والله ما بالله قالوا كنا لي، بنجهز عشان كنا والله في ما الحمام. قالوا لي. والله ما قالوا فعلا، والله ما قالوا. اتبسطتوا في دهب ولا لا؟ اتبسطت في دهب. انا الصراحه جدا يعني كان نفسي اقعد اكتر، بس يعني مضطرين نسافر. كنت هتتبسط اكتر لو ما حصلش. ما تقريبا ما فيش يعني، تقريبا السفريه جميله الحمد لله يعني. صالح، جدا جدا لدرجه ان انا هموت وانام، بقالي 4 ايام مش بنام زي الناس. علي بيصحينا بدري ما وبعد يا بصحاش. جماعه خلاص والله العظيم ما صح حد تاني، انا قطعت معاكم الاخ اللي بيتكلم دوت هو السبب. هو بينام اكتر واحد فينا اصلا. بالظبط. ده كدب ما حصلش. وما كلنا- حصلتوش غير مره واحده انا بس. والراجل ما ده حصلتش والراجل تاني. الاردني اكتر ناس نمنا. مش اكتر ناس نمنا، اكتر ناس نمنا في اليوم اللي هو بيتكلم عليه ده. صحيح؟ لا كل يوم لا مش كل يوم. كل يوم. كل يوم انا بصحى اول واحد. انت كل يوم. النهارده صحيتني من اول واحد صاحي. انا اللي جيت صحيتك اصلا. ايوه مين اول واحد صاحي؟ وصح على المنبه اللي انا كنت عامله وانا ما صحيتش. يعني المشكله يعني إن أنا تشوف صاحي بقى في فين النادي المشكله. بس هما جم والنادي قفل خبطوا على ونام. الباب، قمت. مش اتفضل. موضوعنا. اتبسطت يا عمر؟ لا الصراحه اهم حاجه يعني، انا اللي بسطني اكتر حاجه طبعا ان انا الموزه؟ الموزه طبعا، بس يعني معرفتكم، كنت اقول معرفتكم يعني. لا الموزه اهم صدقني الموزه كانت حلوه قوي. لا بس ان شاء الله يا اخوانا نشوف الفيديو ده بعد 20 سنه. نكون متجمعين. الحاجات اللي تخليك بعد 20 سنه تقول يا ليت يا- الزمن يعود. ليت الزمن يعود. يا عم جبل التواليت الله يسترك. والى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. سيب بقى الحته دي. والحمد لله شباب خلصنا، ودلوقتي قلنا كل حاجه، ملخص الرحله اللي كانت 4 ايام. انتظرونا في فيديوهات قادمه من مصر ان شاء والسنه الله. الجايه في دهب هنشوف الموضوع ده اخر الشهر في السخنه. الشهر الجاي يلا بينا. اخر الشهر في السخنه. والراجع. انا اتفق. والرجع مش محترم. ماشي. الرجع ايه؟ مش محترم. الرجع ايه؟ مش محترم. بس ان شاء الله اخر الشهر ده نكون في السخنه. وطبعا احمد نادي بيقول مش محترم، بس مش اكتر من كده عشان هو هيكون عنده تقديمات للجيش اصلا. لا والله بعد انا عندي ايش 1/8 بس بعدها ان شاء الله هبدا. هيكون راجل اقرع في صور السخنه. طب ما انت اقرع من غير جيش. بس من غير جيش. بس اقرع. بس ما عنديش جيش. على فكره ما تهزرش معانا زرد تاني. ايه اسم القناه؟ حد عارف اسم معرفش. القناه؟ لا العنصرية اسمها ايه؟ هوية. ايه؟ هوية. ايه؟ هوية. انت اسمها ايه؟ انت بكن وكده. هويا. والى هنا تنتهي سهرتنا مع قناه هويا. والهويا. لسه انا مش عارف اول اساسا ايه ليه؟ هقول لك ليه. اتفضل. الكلمة دي مشهورة بعمر، كان دايما يجي هوية يعمل كده. لا بص هقول لك على حاجه. الانجليز بيقولوا هاي اول يعني، فلما بيلضموها مع بعض كده وبتيجي في السريع هايا، فاللي هو مثلا تدخل بص هايا I need one ticket مش عارف ايه. فالكلمه دي بتعمل هايا. على الفيو اللي عندك. السلام عليكم للجميع. لا هو إيه يعني هي حاجه ترحيب لا، بهم كلهم. بس هو هي حاجه انا اخترعتها سيكا، لانه هما بيقولوا هايا انا بقول هويا كده. هو كان انسايد جوك ما بيننا وبين صحابي اللي في انجلترا، بس ايه قلب جت قناه يعني حاجه. عندك تعليق على حاجه اسم القناه؟ والله يعني اسم جميل من راجل محترم، فانا معاك في اسم القناه الصراحة. حبيبي تسلم. انتظرونا في فيديو جديد على قناه هويا. تحية إلى نعيم. ماشي. مش عايز تدي لحد تحية؟ احلى مسا. خايف ادي المعاذ القناه تتقفل. معاذ ما بيشمش الفرحة يا جماعة، ادعوا له. ما اعرفش مين معز.
ده واحد صاحبنا يا اسطى. يلا يلا السلام عليكم السلام ورحمة الله عليكم. وبركاته. قفل يا ابني.